السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباحكم مبروك الإخوة الكرام، الصحة مزيان، الأمور بخير وعلى خير. نتمنى كي ديما أن الجميع يكون بخير وعلى خير. غبنا لظروف ديال العمل والأشغال، درنا إن شاء الله هاد الفيديو هذا نشرو فيه واحد السليعة ديال الدار. اللهم بارك. خرفان كسابيين ولا الكسيبة، اللهم بارك. نقى توب زوين، القرن زوين، النفاس الغلاط تبارك الله، سلعة نقية. ان شاء الله حنا غاديين معاهم بشوية بشوية، ان شاء الله نوجدوهم لعيد الاضحى القادم ان شاء الله تعالى. كان في العمر بقية ولا شي انسان بغا شي فحل الغنم، ما تنبيعو ليه ان شاء الله باذن الله. اللهم بارك. سلعة نقية، حتى الاب ديالهم كان سلعة نقية. اللهم بارك. العمر تقريبا دابا 5 شهور 6 شهور تقريبا هو العمر ديالهم. حاليا مستيين في شهرين تقريبا على باش مستيين، تنقبوهم شوية والحمد لله راهم غاديين في واحد النمو اللي مزيان. ومن الأحسن العلف يكون شوية متوازن وياكل داك الشي باش يبقاو غاديين مزيانين وصافي. فهاد العمر هذا أهم حاجة هو يكون النمو مزيان، كما قلت علف متوازن، النمو مزيان باش ما يسمانوش وما يبقاوش كما تنقولوا شادين الارض. الخروف يتيري، ومن بعد هذا باش تجي مرحله ديال التسمين اللي تيكون فيها القاسح. العلف حاليا اللي تيضربوا تقريبا في الصاد، والزرع محشوش مبالي، والعلف شويه ديال الشمندر وشويه ديال التبن مطحون والنخالة وفرينة حبوب ودرا حبوب وشعير بلدي. هذه هي الخلطة باش غاديين دابا. تقريبا غادي دابا تقريبا 300 غرام 400 غرام للراس. والله يدير الخير. وكان نصيحة بالنسبة للإخوة اللي بغا يكسبوا الخروف الكسابي، حاليا كاين شوية الثمن، ولكن الإنسان اللي بغا يتقدى أنه يتوكل على الله ويشري شي سلعة اللي مليحة، شي سلعة اللي تحمر الوجه. ماشي أهم حاجة ماشي هي الثمن، الإنسان يشري واحد السلعة اللي نقية اللي تطلع. كاين واحد السلعة اللي واخا تشريها غتبقى دير لك الفلوس، اللي دا سلعة نقية تبارك الله تطلع على الأقل الفلوس كرا فوق الظهر الحولي كما تنقولوا. والله يدير الخير. إنسان يشري سلعة نقية، ومن الأحسن تكون خالية من العيوب. والله يسخر ويجيب التيسير. اللهم بارك. كاين الصفا كاين البياض، اللهم بارك. نفس الأب، كل أم ديالو ولكن نفس الأب. اللهم بارك. اللهم لك الحمد. تكون واحد النتيجة اللي مزيانة. الدواء تنمشيو معاه بالدواء والمقابلة والمعاينة في كل وقت، تيكون النتيجة تبارك الله تكون مزيانة وتيكون تا أوزان اللي مزيانين. أهم حاجة هو الإنسان يداوي ما يبقاش يتشطر. والله يدير الخير، وتحياتي لكم جميعا ونهاركم مبروك.